السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ريال مدريد يفوز على برشلونه في الكلاسيكو بنتيجه 2-1. احنا عايزين بس نقف نتكلم على لامين يامال شويه. لامين يامال يا جماعه بقى كلام بس، هو بيتكلم ما بيعملش حاجه في الملعب. يعني مثلا احنا شفنا كريستيانو رونالدو قعد 10-15 سنه بيعمل في انجازات قبل ما يبدا يتكلم. ليونيل ميسي نفس الكلام، احنا مش فاكرين له تصريحين من ساعه ما بدا مسيرته. يعني لامين يامال لازم يظبط الحته دي عنده شويه. طبعا النهارده ريال مدريد يا جماعه انا كنت شايف ان هم يقدروا يكسبوا بال10 15 جول، ضيعوا كميه فرص مش طبيعيه، لعب واختراق دفاع وكل حاجه. بس نقطه لامين يامال دي انا لو مكان المدرب انا كنت سحبت لامين يامال ده من بعد الشوط الاول، لان هو ما بيسلمش باصه صح. انا من وجهه نظري الحاجه الوحيده الغلط اللي ريال مدريد عملها النهارده ان مبابي ضيع ضربه الجزاء. بس تشيزني اساسا كان واقف عليها حلو جدا، كان مبرق على الكوره حلو قوي لحد ما نط عليها في الاتجاه المناسب عشان يصد الكوره. طبعا مبابي مش المفروض نلومه على ان هو ضيع ضربه الجزاء دي، واحنا مش عايزينه يحبط لانه مش لازم يحبط. ريال مدريد كسبانه برشلونه، بقالنا كتير قبل كده ما كسبناش برشلونه، بنخسر بنواتج وحشه 4-0 5-2، بس رجعنا تاني.